السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم وسعيد بلتقي بكم اليوم، ونبدأ حديثنا دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم يا رب العالمين، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين. تعال ناخد جولة سريعة كده في أخبار النادي الأهلي اليوم، وبعض الأخبار في الكرة المصرية، في الرياضة المصرية، وبرضه الإعلام واللي بيحصل في الإعلام والكلام ده كله. طيب النهارده الاهلي هيلعب مباراتين وديتين. لاول مره في الكره المصريه بنشوفها ان فريق يلعب مباراتين في نفس اليوم وورا بعض بالتوالي. المباراتين على استاد السلام. المباراه الاولى هيكون النادي الاهلي امام منتخب مصر للشباب اللي هيشارك في كاس العالم ان شاء الله، والمباراه الثانيه هتكون امام بتروجيت. مباراة الأهلي والشباب هتكون الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، يعني بدأت وشغالة المباراة دلوقتي، وطبعا المباراتين غير مذاعتين برغبة أو بناء على طلب مستر ريبيرو. الراجل بقى حر، عايز يجرب، عايز يشوف طريقة اللعب، يحفظ اللعيبة، عايز يرفع اللياقة البدنية طبعا للعيبة. عشان كده الراجل أصر إنه يعمل مباراتين، وكل مباراة هتكون 90 دقيقة ب 11 لاعب احتياطي. ممكن يكون في اتنين أو تلاتة احتياطيين من الشباب، ولكن هو الراجل عايز يقف على التشكيله الاساسيه. وبرضو المباراه دي او المباراتين دول ما يقولكش ان مثلا اللي هيلعب مباراه الشباب هيكون تشكيله احتياطي او يكون دي اللعيبه الاحتياطي، واللي هيلاعب بتروجيت مثلا هي اللعيبه الاساسيه، ولكن الراجل مقسم الفريق على فرقتين عشان يوصل للانسجام ما بين اللعيبه، ويشوف مدى اللياقه البدنيه وارتفاع اللياقه البدنيه قبل مباريات كاس دوري مصر او الدوري المصري، وقبل طبعا منافسات بطوله افريقيا. وعندنا قلنا مسابقات كتيره جدا داخلين فيها، فالاهلي بيستعد بال 22 لعيب بالاضافه الى اللعيبه الشباب. لو جينا نبص مثلا على تشكيله الاهلي امام منتخب الشباب، هتلاقي حاطط مين؟ حاطط شوبير، شكري، العش، ياسر، عمر كمال، اشرف داري، وقاسم ابراهيم لعيب اللي هو تحت السن، واليو ديانج، بن شرقي، قفشه، جراديشار، طاهر. مش معنى كده يا جماعه زي ما قلنا ان دي التشكيله الاحتياطي. على المقابل هتلاقي الاهلي وبتروجيت حاطط مين؟ حاطط الشناوي، ومعاه طبعا السيحه، ممكن ياخد بعض من الوقت او ممكن ياخد الشوط الثاني. ياسين مرعي، بيكم، هاني، كريم فؤاد، احمد رضا، بن رمضان، تريزيجيه، الشحات، محمد شريف، وحمزه عبد الكريم. لافت للنظر، هتبص للتشكيله الاولى بتاعت المباراه الاولى هتلاقي لعيبه تقيله جدا. هتبص للتشكيله الثانيه هتلاقي برضو اللعيبه اللي موجوده فيها تقيله جدا. يعني ما حدش يقول لي مثلا ديانج هيلعب في منتخب امام منتخب الشباب معناتها ديانج احتياطي، او ياسر او العش او عمر كمال ده الفريق الاحتياطي. طبعا الناحيه الثانيه عندك ياسين مرعي وبيكم وهاني وكريم فؤاد، فما تقيسهاش من الناحيه دي. احنا كل الاحترام والتقدير والدعم لمدرب الفريق، ومحدش يقدر يحكم عليه لحد دلوقتي. احنا مش هنحكم على ريبيرو ولا على فكره ولا على خططه الا لما يبدا المباريات الرسميه والمنافسات القويه، وساعتها نقدر نحكم على المدرب، ونقدر نحكم على شغله وعلى ادائه. بس اتمنى من ريبيرو حاجه واحده بس: انت بعد كل التدريب، بعد انتهاء التدريبات، عود اللعيبه كلها، لازم اللعيبه كلها تتدرب على الشوط من خارج ال 18، لان ده سلاح مهم جدا. احنا السنه اللي فاتت شفنا مفيش حد بيشوط في النادي الاهلي، مفيش حد بيشوط خارج ال 18. لازم تتدرب على النقطه دي، وتدرب اللعيبه كمان على استغلال الفرص، لان احنا فريق النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي اضاعت فرص محققه واهداف محققه في كاس العالم للانديه السنه دي. طالعين التاني على مستوى الانديه كلها اللي ضيعنا عدد فرص، كان 12 فرصه او 14 فرصه تقريبا على ما اتذكر، 12 فرصه ب 12 هدف. يا اخي لو جبت ستة حتى كان زماننا اتأهلنا ووصلنا للدور الثاني وقدمنا مباريات اقوى كمان من كده. وبمناسبة بقى كأس العالم والكلام ده كله، تعالى لي بقى الجانب الآخر المظلم من الجزيرة، اللي طالع يقول لك طلع طارق يحيى واعترض
وقال لك مدرب بروكسي بيطلع يتكلم عن الزمالك، ومش من حقه ينتقد اللعيبه، ومش من حقه يتكلم عن الصفقات الجديده والكلام ده كله. انت فين حضرتك يا كابتن طارق، يا اللي كنت بتطلع تدافع عن، طلعت دافعت عن الهبدور لما طلع قال لك لعيبه النادي الاهلي تفتقد الى اساسيات كره القدم في كاس العالم للانديه؟ طلعت انت قلت ايه؟ قلت ده راي شخصي، ومن حق كل واحد يعبر عن رايه. والراجل ما غلطش، الغندور ما غلطش. انت دلوقتي لما يجي مدرب بيلعب فريقك وبيتكلم عن مستوى الفريق امام امام بروكسي، وهنيجي لبروكسي دلوقتي، امام بروكسي بالمستوى ده وظاهر بالمستوى ده، وبيقول لك ان اللعيبه المحترفين او اللعيبه المنضمين حديثا للزمالك مش على المستوى، او مش على مستوى طلبات الجمهور، او مش على مستوى انتظار الجمهور متستني منكم صفقات قويه، فمش على مستوى الجماهير. تيجي تنتقد الراجل وتقول له انت مين وانت بتاع ايه وانت ما نعرفش عنك حاجه وانت طالع عشان الترند. طب انت كنت طالع قبل كده تدافع عن الهبدور عشان الترند، ترند الترند. طب انت لما كنت بتطلع في حلقاتك كل يوم دوشنا في قناه الزمالك، تطلع تهلل وتطبل وبتاع، مش تطلع على الترند؟ ده يا راجل، ده انت جبت واحد بتساله لعيب في نادي الزمالك صغير كده، انت متجوز؟ قالك لا خاطب. قلت له عندك ولاد؟ ولا التاني اللي قلت له انت متجوز قال لك اه لسه متجوز جديد عندي ادم؟ قالوا ده ولد ولا بنت؟ يا طارق بلاش انت، يا كابتن طارق بلاش انت. وجمال عبد الحميد يطلع يقطع في المدرب برضه بتاع بروكسي بتاع. يا جماعه مش بروكسي ده، انتوا لعبتوه مرتين وكسبتوه بالحكام في كاس مصر برضه قبل كده مرتين ورا بعض. مش بروكسي ده، كان كسبان الزمالك تقريبا 3-1 برضه، وتعادلتوا معاه بمساعده الحكام. مش فاكر مين الحكم يومها، ما علينا. المهم يعني بيقول لك المدرب بتاع الزمالك ده امبارح ماشي، هو طبعا جديد في البلد فمش عارف اي حاجه، فبيسال بيوقف عربيه فبيقول له تاكسي، قال له لا بروكسي. قال له لا بروكسي ده اللي هو استغفر الله العظيم فريرة بتاعهم. فما تطلع حد يتكلم عن النادي الاهلي تطلع تدافع عنه، ولما يجي حد يتكلم عن نادي الزمالك تطلع تاكله، تاكل كده الراجل بسنانك في ايه؟ ما يتكلم يا عم يقول براحته. ما انت قلت قبل كده حريه شخصيه، ومن حق الغبدور ولا الهبدور ولا اي حد ده يتكلم طالما في الكوره. الراجل بيتكلم في الكوره، ما قالكش الزمالك بقى والبلاوي اللي عليه والديون، ولا اتكلم في الكوره، اتكلم عن المباراه. فطبعا فضيحه بروكسي مأثرة على تفكيرهم جامد، مأثرة على السوشيال ميديا عندهم، مأثرة على المذيعين او اللي هم اعلاميين يقولوا عن نفسهم اعلاميين نادي الزمالك. خلينا من الموضوع ده عشان عندنا موضوعات اهم، وعايزين بسرعه كده، مش عايز اطول على حضراتكم. نيجي لطه عزت الزملكاوي، معروف بزملكاويته، وزملكاوي مليون في المية والناس كلها عارفة، اللي هو مسؤول في رابطة الأندية. أنت حضرتك مسؤول في رابطة الأندية، تطلع مع الكابتن سيف زاهر أو مع سيف زاهر امبارح وتتكلم عن دوري الموسم اللي فات، وتقول إن الموسم اللي فات اللي الأهلي توج بيه لم يحسم بعد، أو لم يحسم اسم البطل بعد. هو أنتوا فين دماغكم يا جماعة؟ هو أنت شغال إيه؟ حضرتك شغلتك إيه على المدفع؟ أنت شغال إيه؟ انت شغال مسؤول في رابطه الانديه ولا مسؤول في رابطه الفجل؟ انت بتطلع تنتقد لجنه الانديه وقرارها في الموضوع القضيه بتاعه النادي الاهلي وبيراميدز، لما طلع قال لك قرارات لجنه الانديه لا يجوز النقد او لا يجوز الاستئناف عليها، قرارات ملزمه بتوقيع كل الانديه عليها. مش دي اللائحه اللي كل الانديه وقعت عليها، ان قرارات الرابطه ملزمه لاي فريق، وده اللي استند عليه النادي الاهلي في قضيته في المحكمه الدوليه، وده ردكم انتوا او رد اللجنه على قرار او على اللهم صل على النبي تحقيقات اللي حصلت مع في مصر وتحولت لمحكمه رياضيه، وكان رد الرابطه ان الرابطه ردها ملزم ولا يجوز الطعن عليها. انت حضرتك طالع تعمل ايه؟ طالع تقول ايه؟ يعني ايه لسه ما اتحسمش؟ يعني انت بتشكك في الرابطه، بتشكك في قرارات الرابطه، بتشكك في لوائح الرابطه. فين احمد دياب؟ فينك يا استاذ احمد دياب؟ فينك من الناس دي؟ هو ده مش مسؤول في الرابطه؟ رد انت حضرتك عليه، احنا مش هنرد، اطلع انت رد عليه. واطلع بقى المطبلاتيه يقول لك شفت الظلم، شفت الاهلي بياخد البطولات بالظلم، مش عارف ايه، ده نانوس الدوله، ده ابن الدوله، ده مش عارف مدلل الدوله، ده مدلل مش عارف ايه.
اطلع رد، اطلع رد، قول له اللائحه بتاعتك اللي انت مسؤول في اللجنه اللي انت المفروض مطلع عليها، او انت من الناس اللي حطت اللائحه دي، بتقول كذا كذا كذا. اطلع رد عليه، عشان احنا مش هنرد عليه. نيجي بقى القصه التانيه. مهاجم بقى الاهلي واجتماع المدرب مع لجنه التخطيط. طبعا في اجتماع مع لجنه التخطيط، المدير الفني للنادي الاهلي قال لك انا مش عايز مهاجم حاليا، انا مش عايز اتعاقد مع اي مهاجم حاليا، انا بكتفي محمد شريف جراديشار ومعاه حمزه عبد الكريم. ولكن بطالب اداره النادي الاهلي او لجنه التخطيط والناس المسؤوله ان هي تواصل البحث عن مهاجم سوبر نتعاقد معاه في يناير القادم. هيتعاقد معاه في الميركاتو الشتوي اللي جاي، وده صح على فكره. يعني انا اروح اجيب ليه عدي الدباغ اللي بيقول لك خلاص اقترب من الزمالك بالسلامه؟ انا اروح اجيب لعيب ارقامه بقاله سنتين ارقامه ضايعه؟ مفيش. اجيبه ليه؟ انا مش مضطر دلوقتي، انا عندي خط هجوم ما شاء الله، عندي ناس بتلعب في الناحيه الهجوميه ما شاء الله، عندك حتى الاجنحه ممكن تستغلها. يعني لو عندك لا قدر الله في اصابه ولا حاجه، عندك الاجنحه كلها تقدر تستغل، بن شرقي تقدر تستغل، زيزو تقدر تستغل، طاهر. ما هو كان طاهر بيلعب راس حربة قبل كده، بالاضافه ان انت عندك ثلاثه اساسيين. ولما يرجع جراديشار اللي اتمنى انه يرجع لمستواه في المباراه اليوم، ونشوف جراديشار اللي اول ما تعاقدنا معاه، لا هيبقى عندك مهاجم قوي جدا جنب محمد شريف، جنب حمزه عبد الكريم لما ياخد خبرات. دلوقتي جايين يقول لك بمناسبه بقى وسام ومش وسام والصداع برضو اللي رجع تاني، احنا كالنادي الاهلي كجماهير النادي الاهلي ولا يفرق معانا وسام. راح اعاره بقى، طلع مش عارف تركيا، طلع مش عارف فين، النادي الامريكي مش عارف يقيده او مش عارف يأيده في القايمه، بقول لك عشان مشاكل طبعا او قانون اللعب المالي النظيف. طب يبقى لازم وسام يتنازل عن جزء كبير من مرتبه، او العكس انه احنا نطلعه اعاره لمده موسم او يتباع لاي نادي. طب انت حضرتك كنت ملهوف على وسام، ووكيل اعمال وسام الشيطان الاكبر اللي اسمه ادم، وهو مش وطني اساسا، قاعد طلعها مكبره في دماغ وسام ومش عارف ايه، والنادي الامريكي مستعجل، والنادي الامريكي هيموت من غير وسام، والنادي الامريكي خدوا النادي الامريكي. عمل ايه وسام؟ ايها الدنماركي، استفدت ايه حضرتك؟ انا طبعا طلع اعوذ بالله من الشمات، احنا مش طالعين نشمت لا في وسام ولا في غير وسام. احنا اللعيب اللي عايز يمشي قبل ما يقول همشي بنمشيه، بنقول له مع السلامه، نقول له مع السلامه. فاحنا مش فارق معانا، عايز يروح تركيا يروح، احنا خلاص نسينا حاجه اسمها وسام. واللي باعنا يا وسام خسر دلعنا، وخسر تاريخ كبير كان هيعمله مع النادي الاهلي، خسر جمهور بال 80 90 مليون. عايز تروح بيراميدز؟ يقول لك بيراميدز بيفوض دلوقتي وسام، اتفضل روح بيراميدز. انت تتخلى عن 80 مليون مشجع وتروح ل 70 80 مليون واحد يقعدوا في المدرجات ياكلوا فراخ، ولا هيشجعوك ولا نيله، هم مشغولين بالاكل. فانت الخسران، انت خسرت كتير، ومش هتفوق الا لما تلاقي خسارتك اكبر واكبر. ده النادي الاهلي حبيبي، الفريق الاول على العالم من حيث البطولات، الفريق اللي بينافس ريال مدريد على البطولات القاريه. ذاكر التاريخ وتعرف انت خسرت قد ايه. الاهلي مفيش حد بيمشي منه كسبان، الاهلي محدش بيمشي من النادي الاهلي الا بيخسر كل حاجه. دي لعنه الاهلي على وسام وغير وسام. طبعا نتمنى التوفيق النهارده لرجاله النادي الاهلي، ونتمنى يقدموا اداء كويس. وكان نفسنا طبعا نتابع المباراه، وكلنا كاهلاويه كان نفسنا نتفرج على المباراه، ولكن قلنا ده قرار ريبيرو ونحترمه. اما بقى موضوع آه، اسامه فيصل ومش اسامه، فيش الكلام ده. الاهلي خلاص من بدري قال لك مع لا اسامه فيصل ولا الدباغ ولا بيتعاقد مع اي لعيب دلوقتي، خلاص الاهلي قفل الباب. موضوع عبد القادر عمال يماطل ويساوف في النادي الاهلي، وماشي ورا دماغ وكيله احمد يحيى اللي هيوديه في 60 داهيه زي ما ودى وسام وغيره وغيره وغيره. خليك، النادي الاهلي قال لك ماشي، عايز تبقى موجود في التدريبات الجماعيه انت موجود، بس هتلعب مش هتلعب دي بتاعت المدرب. روح بقى اعترض في الفيفا ولا اعترض هنا ولا هنا. انت بتتعامل مع النادي الاهلي، ما بتتعاملش مع الزمالك، ما بتتعاملش مع فرق زي بيراميدز الناس دي، انت بتتعامل مع الاهلي اداره محترفه ومحترمه فاهمه بتعمل ايه.
عايز تقعد السنه بتاعتك، اقعد يا حبيبي، خليك بقى متجمد كده في الفريزر. تمام. وبكل احترافيه هنلعبك برضه. عايز تمشي، الاهلي جاب لك كذا عرض، والاهلي وفر لك كذا عرض، انت اللي بتماطل. البس. ديانج وديانج وقصه ديانج ان شاء الله قلنا ديانج هيجدد مع النادي الاهلي. بغض النظر برضه عن وكيل اعماله اللي بيلعب في دماغه، اللي هو برضه هو نفس الشخص، وعايز يقول لك بيراميدز بيتفاوض مع ديانج، والزمالك بيتفاوض مع ديانج، ومش عارف ايه وبتاع. كل ده في الاخر هتسمع ان ديانج في الاهلي، لان ديانج اهلاوي. ديانج اهلاوي. بس موضوع الوكلاء مخيرا ان النادي الاهلي عمل، قال لك مفيش اي وكيل اعمال يبقى موجود اثناء تجديد عقد لاعب. ما تجيبليش وكيل اعمالك يجي يقعد في تجديد عقد. انا بتجدد بينك وبين النادي، انا مش بشتريك من جديد. انا بجدد لك عقدك وبقدرك، والنادي الاهلي احسن فريق يقدر اللعيبه اللي عنده من غير ما يطلبه. تجيب لي وكيل اعمالك ليه؟ وكيل اعمالك ليه؟ وليه وكيل اعمالك اصلا ياخد عموله على المبلغ الزياده اللي انت هتاخده؟ دي ما شفتهاش في اي مكان في العالم غير عندنا في مصر. النادي الاهلي قفل الباب. عايز تقعد معايا لعيب والنادي، مفيش حاجه اسمها وكيل اعمال في النص. وان شاء الله ديانج موجود في النادي الاهلي، وان شاء الله امام عاشور موجود في النادي الاهلي. كل الكلام اللي بيتقال ده بلح في بلح في بلح. لعيب لسه عنده سنتين ونص ولا 3 سنين في عقده. لا يجرؤ اي انسان ان يحاول يلعب في دماغه. امام الاهلي هيقدره زي ما قدر زيزو، هيقدر تريزيجيه، وقدر اللعيبه اللي عنده كلها. الاهلي هو اللي بيطلب اللعيبه، بيقول له تعالى انت المفروض لعيب اديتني بمنتهى الاخلاص، انا من نفسي بجدد لك عقدك او بزودك او بغير لك العقد بتاعك. فعشان بس نقطع كلام على في الموضوع ده كله. اتمنى لحضراتكم الصحه والسعاده، وما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.